بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. معانا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال. القصة معانا بتقول السلام عليكم. تعرفت على بنت في برنامج وكسبت محبتي، وقالت لي من الأول عمري 28 سنة وبشتغل في صالون، وكانت متزوجة. زوجها توفى وعندها طفل، فأنا تقبلت وهي تقبلت. تمام. وكنت صادق معاها في كل شيء. وكنت أطمح وأحلم إلى أن جاء يوم واكتشفت كل الحقيقة من المقربين منها، بأن عمرها 49 سنة وما تشتغل، ولديها 2 أبناء متزوجين وأكبر مني في العمر. ولادها أكبر منك في العمر. أوه. وابنها يصرف عليها كمان. وانا من كثرة الصدمة ما قدرت اتحمل. شو اسوي؟ معانا سؤال خليجي. في حد رد عليه بقى كومنت جميل قوي عجبني، بيقول له ايه؟ لم نفسك وما تدخلش على البرامج دي. لو عايز تتجوز بص حواليك على ارض الواقع، مش على المواقع يا واقع. طيب احنا نقول لك يعني بصراحة احنا مع الشخص اللي قال لنا دلوقتي الكومنت الجميل بتاعه ده. يعني بصراحة موضوع الجواز من على النت والحاجات دي يعني اوكي، يعني بره ماشي تمام، والناس بتتكلم الحقيقة ومفيش حد بيكذب ومفيش حد بيقول اي كلام مش حقيقي. لانه فعلا احنا لما بنتقابل وبنشوف بعض، لو انا كدبت او انت كدبت او اي حاجة هتتعرف يعني. اي حاجة هنقولها وكون كدبنا فيها هتتعرف. ممكن الناس بتعمل كده علشان خاطر ما تخسرش الطرف الاخر، علشان خاطر ان احنا دلوقتي لو قلنا له الحقيقة وقلنا له كذا 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 فده هيخليه من الاول يبعد. بس لو هو مش مناسب فعلا واحنا بعاد عن بعض بدرجة فظيعة جدا، يعني واضح ان هي قالت لك في الاول ان هي 28 سنة وبعدين طلعت 49 وعندها ولادها اكبر منك، يعني معنى كده ان السن مش مناسب خالص بالنسبة لك. فانت من حق، يعني عندك حق ان انت تتصدم. ويعني انا ما بنصحش حد ان احنا نقول اي كلام علشان خاطر بس نكسب الطرف الاخر، وبعدين كل حاجه الكذب هيبان هيتعرف يا جماعه. الناس زمان كانوا بيقولوا الكذب ملوش رجلين. ف يعني عايزه اقول لكم بقى اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات، قولوا لنا انتوا رايكم ايه. ما تنسوش تعملوا لنا بقى لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده. اورفوار.